10 ساعات بتفصلنا عن حفله البالون دور. فمين اللي هيفوز بالبالون دور هذا الموسم؟ يا ترى رافينيا زي ما التسريبات بتقول، وكتير من التسريبات فعلا بدات تقول ان رافينيا هو الفائز بالبالون دور، ولا لامين يامال الشخص اللي عزم اكتر من 25 فرد من عيلته عشان يحضروا الحفله، ولا محمد صلاح اللي انطلقت له حمله دعم كبيره جدا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي من الاعلام الانجليزي. وكمان في كلام ان في تذكره اتحجزت اصلا من مدينه ليفربول رايحه فرنسا. فيا ترى مين اللي هيروح؟ لكن لحد دلوقتي كل الكلام ده اشاعات، مفيش حد يعرف مين هو الفائز الحقيقي بالبالون دور لحد دلوقتي. كل الاخبار بتاكد ان في تكتم كبير جدا على اسم الفائز من قبل مجله فرنسا فوتبول. الحفله هتقام النهارده الساعه 9 بتوقيت القاهره عبر قنوات بين سبورت. فما تنساش يا صديقي تقول لنا رايك في الكومنتات، شايف مين اللي هيفوز بالبالون دور ومين اقرب واحد ليها هذا الموسم. في النهايه اكيد كلنا بنتمنى فوز النجم المصري محمد صلاح بالجائزه، واكيد كلنا هنتمنى هذا الخبر، لكن الموضوع لسه مش محسوم. فهل يا ترى صلاح له فرصه اصلا ولامين يامال ورافينيا، ولا الموضوع محسوم لديمبلي؟ ده اللي نعرفه النهارده يا صديقي. لكن لو انت مستعجل وحابب تعرف مين هيفوز في الكره الذهبيه، فانا بقول لك دلوقتي ادخل اتفرج على الحلقه اللي هسيبها لك في وصف الفيديو، حلقه مهمه جدا كنا عملناها عن الفائز بالبالون دور، ومش بس كده حرقنا الترتيب كمان. فانا بنصحك يا صديقي روح اتفرج وبعدين تعالى اكتب لي رايك في الكومنتات بعد ما تكون عرفت الدنيا دايره ازاي. بس قبل ما تروح ما تنساش تعمل لك الفيديو واشتراك في القناه، وسلام.